أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي بيوم جديد وفيديو جديد على قناتي. وأهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد يلي انضموا للقناة، ويلي لسه ما اشترك بالقناة بسرعة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات على الكل وتعالوا حطوا إعجاب للفيديو كمان لا تنسوا. وتعالوا نبلش الفيديو مع بعض. وهذا الفيديو مجمع على أكتر من يوم لهيك في عندي كتير وصفات بهذا الفيديو. أكيد مو كلهم عاملتهم بنفس اليوم بس جمعت لكم إياهم كلهم بيوم واحد. وهلأ أول شي عم أعمل السمنة بالبيت. فهديك المرة كان في عرض بالسوبر ماركت على قوالب الزبدة، وبالعادة نحنا بنعمل هذا الشي يعني بنجيب الزبدة وبندوبها بالبيت وبنحولها لسمنة. فأنا اشتريت 10 قوالب زبدة. بس هلأ عملت بس 8 قوالب زبدة وحطيتهم على النار ودوبتهم. وبتبلش بقى الزبدة بتغلي معنا. هلأ أول ما تبلش تغلي بيطلع على وشها هذا القشوة البيضة، هي من الحليب. فبشيلهم وبحطهم مع جنب. هلأ هدول ما رح كبهم لأنه بستخدمهم بشغلات تانية. وبضل طول ما عم يطلع هذا الوش الأبيض هذا الرغوة بضلني عم شيلهم، يعني لازم ما نخلي هاي الرغوة فيها هيك لحتى يخلصوا. وبتضل الزبدة على النار لحتى يصار لونها شفاف ويبين معكم كعب الطنجرة، هيك بتكون خلصت وتحولت لسمنة بشكل كامل. وهي القشوة البيضة اللي عم تطلع معنا على الوش هي من الحليب طبعا، يعني لأنه بتعرفوا الزبدة فيها حليب، فهيدي من الحليب. وأنا متل ما قلت لكم شلتهم مع جنب وخليتهم، يعني بعدين حطيتهم كيس حطيتهم بالفريزر. ما بعرف إذا بينتزعوا إذا خليتهم بالفريزر ولا لا، لأنه هذا يعني مو صاير سمنة، لسه فيه بقايا حليب، فلهيك حطيتهم بالفريزر. وقلت بكرة بس لأعمل أكلة حلو أو أعمل كعك فبطلعهم وبحطهم للكعكات، لأنه عن جد حرام نكبهم يعني. وأنا بحاول إني ما أكب شي، أي شي ممكن إني استفاد منه ما بكبه وبخليه وبحافظ عليه. طبعا هي نعمة ربنا يعني، والحمد لله الله يديم علينا النعم، ونحن لازم نحافظ على النعمة قد ما فينا. هون ليكوا كيف صار لون السمنة معي، لون الزبدة هلأ صارت سمنة، يعني متى ما انشال كل الحليب منها وصار هيك لونها خلص هيك صارت سمنة. وبس هيك، بس بطفي تحتهم النار وبخليهم ليبردوا شوي، مو يبردوا على الأخير بس إنه يبردوا شوي، وبجيب قطرميزات فاضية نظيفة وبحطهم بقلب القطرميزات وبس. والله هيك هي الشغلة كلها. بس أنا سألت حالي يعني إنه يا ترى محرزة إنه هالعذاب. جيت لأحسب قديش كلفوني هدول هن. بعد ما خلصوا زنتهم على الميزان فطلعوا كيلو ونص، أنا حطيت كيلين زبدة طلعوا كيلو ونص سمنة. فحسبتهم طلع معي إنه حق كيلو السمنة بهي الطريقة حقه 8 يورو. وكيلو السمنة لما عم نشتريه جاهز، السمنة العادية طبعا يعني مشتريها من السوبر ماركت، حق الكيلو 11 يورو، فالفرق كله 3 يورو. فلقيت ما أنا محرزة عن جد هالعذاب، وإنه نوسخ الطناجر ونعمل كل هاد يعني ونروح كهربا وهيك عشان فرق 3 يورو. فقلت لأ خلص مو بقى أعمل هذا الشي، يعني خلص بشتريها جاهزة وخالصين، إنه ما في داعي لهالعذاب كله. وللصراحة يعني أنا هي تاني مرة بعمل هيك، عاملة قبل بمرة ومجربتها، وهلأ حبيت يعني إنه أعملها معكم على القناة وفرجيكم كيف تنعمل السمنة. بس عن جد قلت خلص ما في داعي إني أعمل وما بقى أعيدها. انتو شو رأيكم، بتوافقوني الرأي ولا كيف؟ شفتوا كعب الطنجرة كان باين عليكم انه محروق، بس هو هذا من بقايا الحليب يعني، وكانوا بكعب الطنجرة. بس لا ليكوا لما صفيت الزبدة وحطيتها بالقطرميزات، السمنة يا ربي لسه عم اقول زبدة هي صارت سمنة. ليكوا لونها كتير ظريف وبشهي وغير شكل يعني. والطعمة طيبة ما بها شي، بس عم قلكم ما انا محرزة العزل. وهذا بيوم تاني كنت جايبة من هذا السمك الصغير، هو سمك السردين بيقولوله. كتير طيب هذا السمك يعني، أنا مجربته قبل بمرة وعاملته كتير طيب. فأول شي حطيته وغسلته غسلته وبلشت بدي نطفه. هلأ كيف تنظيف هذا السمك، هو ما بده مثل السمك العادي إنه نحفه ونشيل عنه هيك زفرة هيدي الحراشف تبعوله، لأنه هو أصلا ما في حراشف، بس إنه فوت السكينة هيك ببطن السمكة وبشيل هذا الخط الدم، هي أمعاء السمكة وبشيلها وبس هيك ما بدها أي شي. ومو أنا غسلتها وهلأ بعد ما خلصها كلها برجع بغسلها وش تاني وبس هيك. ما بحط لها خل أو ملح لأنه هي السمكة كتير صغيرة يعني فبتنهرى، هي هيك وما بتاكل استوى يعني، فإذا حطينا لها خل عن جد بتدوب. وبدي إلكن عن جد ما تواخذوني على التصوير هون، بس حزوروا شو صار معي. ابني الله يهديه يا رب كسر لي الستاند تبع التصوير، وهي كانت الدنيا ليل يعني، وبدي اروح اشتري ستاند ما فيني روح، وعلى كل حال اصلا انا رحت لاشتري ستاند جديد وما لقيت.
فبدي انطر لحتى اطلب من الانترنت او اجيب ستاند تاني. هلا دبرت حالي لزقته تلزيق بس انه بدي واحد. الله يسامحه ابني كسر لي اياه. فهيك كنت عم صور انه هات ايدك والحقني، حطيت التليفون هيك على الحنفية لحتى احسن بس فرجيكم اني كيف عم نظف السمكات. هلا بعد ما غسلت السمكات وحطيتهم بالمصفاية لحتى يتصفوا بدي اعمل التتبيلة تبعهم. حطيت بابريكا وملح وسبع بهارات وكمون وفلفل توم بودرة، وراح احط كمان ليمون اساسي، يعني السمك بدون ليمون ما بيمشي الحال، لازم ليمون. و ليك التوم هون راح افرم التوم وحطهم فوقهم، وقشر الليمون كمان يلي عصرته راح اقطعه كمان حطه بقلب الخلطة. هلا ما تواخذوني على تصوير اليوم، بس ابني كسر لي الستاند الله يهديه يا رب، فان شاء الله لجيب ستاند بيرجع التصوير هيك اوضح من هيك. فهلا هيدي الخلطة بس لسه رح احط الثوم وقشر الليمون وحط السمك واخلطهم كلهم مع بعضهم وغلفهم حطهم بالبراد لعبكرة اذا الله راد بقليهم. هاي السمكات تتبلوا، هلا بغلفهم بحطهم بالبراد خليهم يشربوا التتبيلة على هدوء من هون لبكرة. وهلأ صار وقت إنه نقلي السمكات، فحطيت زيت على النار. أول شي قليت شوية بطاطا للولاد يعني ياكلوا جنب السمك، فحسبت حساب إنه بجوز ما ياكلوا، هن بالعادة بياكلوا معي يعني، بس إنه هاي أول مرة بعمل لأولادي هذا السمك الصغير، فلهيك عملت شوية بطاطا بالأول، وبعدين هلأ بس ينقلوا البطاطايات ويستووا بشيلهم وبدي اقلي السمك. وبصحن غميق حطيت كمية منيحة من الطحين، وهلأ بدي اشيل السمكات سمكة سمكة وغطسهم بالطحين، وبعد ما غطسهم بالطحين بكون الزيت حامي يعني، وبلش غطسهم بالزيت. بدي اقلكن انه هذا السمك كتير طيب. هلأ بجوز من منظره انه ما تحبوه، او تقولوا انه شو في يعني انه هو كتير صغير لا في لحم ولا شي، بس عن جد كتير طيب جربوه. وهو خلص هلا السمكة بتتاكل كلياتها ما بتشيلوا منها شي، يعني لا حسك ولا شي. اصلا الحسك تبعه ما هو كتير صغير يعني، هو فيه هيكل عظمي من جوا يعني هيكل الحسك، بس هن كتير صغار وكتير رقاق ما بيعلقوا بتمكن ابدا، يعني اصلا انتوا عم تاكلوه بيقرش قرش تحت اسنانكم مثل عم ياكل بطاطا شيبس. ويلي مجرب هذا النوع من السمك بطريقة تانية غير القلي يا ريت تدلوني على طرق جديدة يعني ينعمل فيها هذا النوع من السمك. هيك السمك استوى معنا وليكوا كيف عن جد منظره ولونه، هذا كتير طيب عم يقرش قرش مثل ما قلت لكم، ولونه كمان هيك ذهبي. وهلأ بدي أعمل صوص الليمون والطحينة جنب السمك لأنه هذا الصوص كتير طيب. شوفوا هيدي اللوحة دائما بتضايقني يعني بخاف إني بين عليها أو تعكس صورتي، فلهيك فتلتها، فكانت بالأول أحسن ما أنا مبينة صورتي، أما هيك حسيت لأ مبين شوي، فهلأ بدي بلش أقطع منهم الفيديو. مثل ما انكم شايفين أول شي عصرت ليمون، وبالزبدية اللي بدي أعمل فيها الصوص حطيت سنين من الثوم فرمتهم، وبعدين بحط شوية طحينة تقريبا معلقتين طحينة، وبنزل فوقن الليمون وببلش هيك بخفقهم. هلا على هاي الخفقة الطحينة مع الليمون بيتماسكوا مع بعضهم وبيصاروا سمك، هيك بصار قوامهم سميك يعني. لقيت الطحينة شوي قليلة فرجعت ضفت شوي، ومثل ما قلت لكم بخفقهم، وهلا بحط لهم بس معلقتين لبن وشوية ملح ورشة بقدونس، وهذا هو الصوص كتير طيب كتير طيب جنب السمك، يعني انه انا ولا مرة عملت سمك وما عملت هذا الصوص حدك، يعني ما بيمشي الحال السمك بدون هذا الصوص. وانا كنت عاملة صحن تبولة ما صورته معكم طبعا، يعني صرت عاملة اكثر من مرة تبولة على القناة يعني. وهذا السمك بعد ما خلص قلي عن جد قلت لكم كتير طيب. وال الصوص اللبن والطحينة اللي عملته كمان. فهي كيف بناكل السمك، هيك بننزله بالصوص بنغطسه تغطيس، بنسقسقه بالصوص وبناكله. عن جد كتير طيب، إذا مو مجربينه جربوه وادعولي. وآخر وصفة معنا بفيديو اليوم هي اليوم عملتها يعني قبل ما أنشر الفيديو بشوي، وهذا يوم ثالث يعني مو نفس الأيام اللي عاملة فيهم هذيك الأكلات. فبدي أعمل معكرونة بالكريمة. حطيت أول شي معكرونة على النار وسلقتها وحطيت لها مع السلق بس شوية ملح. بعد ما استوت حطيتها بالمصفاية وجبت الطنجرة
اللي سلقت فيها نفسها يعني مشان خفف جلي. حطيت فيها معلقة زبدة، دوبت الزبدة وكمان هرست فوقها توم، سنين من التوم، بحمصهم شوي مع الزبدة، بعدين بحط لهم معلقة طحين وبحركهم كلهم مع بعض وبس يندمجوا. يعني عندي علبة كريمة للطبخ، فحطيتها فوق الخليط يلي عملته وحطيت وما بعرف كأني استعجلت عليكم كتير. خلص خليكم هلا عم تتابعوا بس نوصل للبهارات وبقولكم شو حطيت. ففيديو اليوم كان هيك عنا أكتر من وصفة ومسحوم بالوصفات، فواللي وصل معنا لهون وصل للوصفة الثالثة. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتشاركوا قناتي مع كل رفقاتكم وحبايبكم. الله يسعدكم يا رب. ويلا شدوا الهمة، خلينا نوصل اليوم لل1000 مشترك. مو بقيان شي، بقيان بس كم شخص معدودين وبنوصل لل1000 مشترك. ومثل ما قلت لكم بس نوصل لل1000 في مفاجأة محضرت لكم إياها إن شاء الله تعجبكم يا رب. بعد ما حطيت الكريمة السائلة، حطيت مكعب من الماجي وملح ورشة فلفل أبيض، بس هدول ما حطيت شي تاني. كمان حطيت الكريمة وبعدين حطيت لها شوية مي لأنه الكريمة كتير تقيلة، فأنا بدي أكسر دسامتها لأنه رغم هيك طلعت عن جد دسمة يعني. فأنتوا إذا ما بتحبوا الأكل كتير دسم كتروا لها مي شوي تاني. حركت المكونات كلهم مع بعضهم وهلأ بدي أضيف لهم شوية جبنة أشقوان. قطعتهم أنا قطع صغيرة وحطيتهم ودابوا بقلب الكريمة، وبعدين نزلت عليهم بالمعكرونة، حركتهم شوي مع بعض وشلت شوية معكرونة بدون ما أحط لها البهارات اللي بدي أحطهم هلأ، الأعشاب يعني، لأنه ابني بس يكون في أعشاب ما بيعود بياكل، فشلت له شوي بدون أعشاب، والبقايا حطيت لهم زعتر أخضر. بالنسبة لهي الأعشاب انتو حرين شو تحطوا، يعني إذا في عندكم إكليل الجبل أو زعتر أخضر مو يابس مثل اللي أنا منيبسته، أو ريحان، أي شي انتو بتحبوه، بقدونس، كزبرة، أي شي انتو بتحبوه فيكم تضيفوه بالنسبة لهي الأعشاب. وهي هي المعكرونة عن جد كتير طيبة. وفينا كمان نفس الطريقة بس نضيف لها صدور دجاج، بس أنا ما حبيت أعمل لها صدور دجاج لأنه بصراحة كنت مستعجلة وبدنا ناكل على السريع. لهون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وإعجاب للفيديو، وبحبكم كتير كتير. وهلأ بدي أقولكم سلام.